هنا حيث مدرسة الموسيقى والباليه القريبة من قلب بغداد النابض، تجمع العشرات من أعضاء الفرقة السيمفونية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. أصوات الآلات الموسيقية تتعالى وسط صرخات قائد الأوركسترا لتؤلف لحنا يكسر جمود صمت الشارع. ويبدأ التمرين بترحيب قائد الأوركسترا لأعضاء من فرقته عادوا توا إلى العراق بعد مشاركة في حفل أقيم في الخارج. مساء الخير. أول شيء نرحب بأعضاء الأوركسترا. الفرقة السيمفونية المشكلة أواسط القرن الماضي تبدو اليوم أكثر حرفية مما مضى، على الرغم من اعتمادها كليا ومنذ نحو 20 عاما على الموسيقيين العراقيين إثر المقاطعة العالمية للعراق عقب غزو الكويت. ولا يبدو أن المخاوف الأمنية التي تلت عام 2003 قد أثرت بالسلب على عطاء أعضائها. والحديث هنا مع قائد الأوركسترا محمد أمين. الأوركسترا بها كل العراق، هذا هو نموذج العراقي تلقيه في الأوركسترا. رغم الظروف اللي صارت احنا كنا مستمرين، قدمنا حفلات متشجعين، ورغم كل واحد كان متأذي، أخوه انقتل أو انقصف. عندنا عازف علي طالب قتل في انفجار من العمارة مالته، طلع من عندي منا خلال ساعتين يعني صار بالحادث. الموسيقيون كانوا قد تعرضوا أكثر من غيرهم للمضايقات بفعل تنامي المد الديني المتشدد الذي يرى في الموسيقى ضربا محرما. ويقول مساعد قائد الأوركسترا علي الخصاف إن حالة من الشد سادت على الفرقة السيمفونية خلال عروضهم التي قدموها في سنوات العنف الأهلي، إلا أنهم اليوم يشعرون بطمأنينة أكثر في ظل الهدوء النسبي. كيف نعزف أكيد شيء صعب يعني، بس الفترة عدت إن شاء الله، يعني مر بها العالم، يعني قبلنا هم مر بهاي الأحداث وهاي الظروف. فقطعا هذا الجو ما يلائم أي موسيقي يعني يقدم أي عمل، يعني أكيد راح يكون مشدود أعصابه، مو بس الموسيقي، أي إنسان عادي يعني. لكن الحمد لله بعد الانفراج الأمني اللي صار يعني هسه نوعا ما أكو فرق كلش كبير. وينتقد الخصاف وبلهجة طغت عليها المرارة ما وصفه بالمد السلبي للموسيقى الرديئة، بيد أنه متفائل رغم ذلك بالجيل الموسيقي الناشئ الذي سيحمل شرارة الموسيقى من الجيل الحالي. شوف هذا الجيل بصراحة اللي احنا عنده إعداد يعني ذهني ونفسي وفكري وعلمي وأكاديمي، هم ذولا ذخيرة، هم ذولا حقيقة. شوف هاي البنية هم هدير عازفة كمان يعني مع الأستاذ مالتها، هذا في شيء يفرح القلب يعني حقيقة. احنا يجب أن نضع بدلاءنا، يجب أن نضع خط ثاني، لأنه المسيرة يجب أن لا تتوقف. وتجمع الفرقة السيمفونية اليوم ممثلين عن أجيال مختلفة يلمهم شمل حب الموسيقى ولا تفرقهم بعد المسافات العمرية. ويشدد عازف الكمان في الفرقة السيمفونية نوبار عدنان على أن مسيرة الفن الكلاسيكي في العراق لن تتوقف رغم جميع الظروف المستقبلية المحتملة. بالنسبة لي ومتأكد بالنسبة لباقي الأعضاء، احنا ما نقدر بلا ميوزك نعيش، يعني ما نقدر نعيش بلا موسيقى. فاحنا هي هاي روحنا، يعني هاي مثل ما نقول مهنتنا، مثل ما حال النجار. وانا متأكد باقي المهن مثل النجار، مثل العامل، مثل الموظف اكيد ما توقف، لانه لازم يصير استمرار، لازم تستمر. وقدمت الفرقة السيمفونية ومنذ عام 2003 العديد من العروض وعلى مسارح عراقية متعددة، وكانت السبب الرئيس وراء اعتماد موطني كنشيد وطني بعدما أصابت جميع الذهول إثر إتقان الفرقة لعزفه أمام كوكبة كبيرة من السياسيين العراقيين.